ازاي صلحت الميكرويف ب 600 جنيه بعد ما التوكيل قال لي ارميه؟ النهارده هاخدكم في رحلتي لتصليح الميكرويف. الميكرويف فجأة بقى بيلف بس مش بيسخن، والمكوه دي كانت بايظه بقالها عندي سنه مش بتطلع بخار. وعشان اثبت لكم ان زي ما انتوا بتستفيدوا مني انا بستفيد منكم اكتر بكتير، لما نزلت الستوري ان الميكرويف بتاعي باظ، في ممبر جميله قوي بعتت لي ان في مكان في شارع كلود باي ممكن يصلح لي الميكرويف وب 600 جنيه بس. كلمتهم وعرفت اللوكيشن، واكتشفت شارع رهيب بيصلح اي جهاز كهربائي ممكن تتخيلي. هتلاقوا محلات مخصوصه لتصليح الميكرويف، ولما سالت تصليح المكوه قالوا لي طيبه واحد ومكانه في 9 شارع كلود باي. والميزه انك هتروحي المشوار ده مره واحده بس، انت هتصلحي الحاجه وانت واقفه، والحاجات بتصلح. صورت لكم اشهر المحلات هناك، انتوا هتلاقوا هناك اي حاجه تخص قطع الغيار، ولقيت كمان الحوامل دي اللي ناس كتير قوي كانت بتسالني عليها. صلحت الميكرويف ب 750 جنيه، والمكوه اخيرا اتصلحت ب 600 جنيه بس. اعملي سيف للفيديو ده عشان اكيد هتحتاجيه في يوم من الايام. وانا بتمشى لقيت شويه حاجات لرمضان خطيره، لو عايزين اعمل فيديو مخصوص لحاجات رمضان اكتبوا لي في الكومنتس.